بتطين سيجاره دخن عادي، ما عندنا مشكله. اي دخن. انت قد عمرك؟ 15. زين، انت اولا عمرك ما يسمح لك بالدخان. صحيح. اولا هاي كارثه، والكارثه والزلزال الكبير انه انت جاي تدخن قدام والدك. شو صحيح؟ شنو احسن قدامي ولا غير وراي؟ شنو احسن قدام؟ قدامي احسن ولا وراي؟ مو صحيح. لا، هذا الكلام مرفوض اخواني. احنا من خلال ابو رقيه الطيب وابنه الحبوب بعد شاب مراهق، هذا رسائل لناسنا. معكو هذا الكلام، خلي يسوي قدام احسن ما يسوي وراي. مو هذا ما عندنا لا بالعقل ولا المنطق ولا العرف ولا الشرع يقبل بهذا الكلام. عيب. شنو هذا؟ والله خلي ابني يضربني احسن ما يضرب جيراني. هاي شنو هذا؟ مو هذا عيب. خلي ابني يفسد بالبيت احسن ما يفسد بالكذا. هذا كلام مو صحيح. هذه كارثه حقيقه، كارثه. السلام عليكم. طبعا من المفارقات الغريبة أنه الدولة العراقية أول ما تأسست بال1921 أقرت قانون منع التدخين بالأماكن العامة. يعني الدول المتطورة هسه ما كان عندها هذا القانون. الدولة العراقية بذاك الوقت منعت التدخين بالأماكن العامة، مؤسسات، مستشفيات، مدارس، دوائر حكومية، ممنوع التدخين. بالحافلات نقل الركاب العامة، الأماكن العامة، المتنزهات، ممنوع. زين، مع كل الأسف هسه احنا يعني من أسوأ الدول بهاي القضية. أكثر دولتين يستهلكن الدخان وهاي التبوغ العراق ومصر، أكثر دولتين بالعالم، بالأخص العراق. يعني مع كل الأسف احنا يمكن وعينا، يعني هسه مثل ما قال هذا الملقب بالعزيز المذيع الله يوفقه، قد إنسان يعني لفت نظري بهاي الحركة والله. يعني رغم بعض الناس عندهم مآخذ على حركاته، بس والله العظيم كلش لطيفة وبالصميم ينطيها. يعني احنا وعينا انه قدام المعلم اذا بالشارع وهذا، وحتى اذا انا كبرت ما ادخن قدام المعلم مالتي، مو قدام ابويا ولا قدام عمي ادخن ولا قدام اخويا الكبير ادخن. الحمد لله احنا اصلا ما ندخن. زين، بس شوف هسه، شوف صارت نوع من الثقافة من الرجولة انه واحد مخلي بيده جيجارة، اي فد اتكيت ومن كمال الشخصية، بينما هو هذا اكبر خطأ. كل العالم غادر التدخين، معظم دول العالم غادرت التدخين، لذلك رجاي نروح الدول ما تشوف مدخن اصلا، لا بشارع ولا بغيره ولا ابد الا ما ندر. بينما احنا اطفال تدخن، كبار تدخن. شنو ظاهر اصلا غير حضارية وغير محببة، وهذا السلوك اكبر خطأ. زين، انه يدخن قدام ابوه ما بيها شيء وش اسمه، لا اكبر خطأ هذا. هذني الاشياء الاعراف كنا والعادات كنا متمسكين بيها، هي هاي اصلا عزة وصلابة المجتمع العراقي. خلي نعيدها ونسوي هاشتاك مقاطعة التدخين. العراق اكثر بلد يستهلك سجائر، 3 مليارات ما ادري، يمكن ما اعرف والله بالشهر، ما ادري باليوم، ما اعرف والله، اكو تقرير هيجي. فاكبر عيب هذا اصلا. لا ما ينم على الرجوله، ما ينم على الرجوله. كوما علماء وكوما اغلب العلماء والمثقفين والمفكرين ما يدخنون اصلا. المهم هي عاده سيئه حتى ذا اكو، فنحاول نغادرها هاي، لان ظاهره سلبيه. شارك المنشور رحم الله والديكم.